محمود صاحب الشركه دي. تصدق انا جات لي فكره بمليون جنيه. فكره يعني دلوقتي الناس اللي بتبيع بضاعتها دي بيشتريها منين؟ مش بيشتريها من تاجر الجمله؟ تاجر الجمله بيشتريها من المستورد، والمستورد بيشتريها من الصين. اكيد. طب ما احنا نشيل الكلام ده كله ونشتري من الصين على طول. ده لو كل واحد فيهم كسب 20% انت البضاعه زايده عليك 100%. ما اكيد كل واحد بيحط نسبته وهي مصلحه ودايره. ماشي. انت بقى لو فتحت شركه واستوردت على طول مباشر حاجه هتقف عليك بنص الثمن وهتعرف تبيع وتكسب. ده احنا كمان ممكن نعمل شركه احمد ونعمل ايه بقى؟ نفتحها نشتغل لحسابنا، واللي عايز يجي يستورد هنكسب منه حاجه بسيطه وهو يكسب واحنا نكسب. لا يا عم شركه الا افتحها، افرض يا ابني. خسرت هو انا ضامن. يا عم تعالى نشتغل ونفتح وربنا يكرمنا والناس هتكسب واحنا هنكسب والناس هتشتغل. لا يا عم انا بخاف من المجازفه، افرض فتحت الشركه وخسرت وانا ضامن اي حاجه ولا جازف أي حاجة. مره اعمل حاجه في حياتك عدله يا ابني. لا يا عم انا اخاف من المصلحه دي تخسر معايا. خليك زي ما انت تفضل طول عمرك كده. يا عم حلال عليك انت المصلحه دي. يا عم بقى اقعد ساكت. انا هعمل الشركه دي لوحدي. الشركه ديت هتفرق مع ناس كتير قوي. خليك هتفضل زي ما انت فقر، وهتفضل طول عمرك فقر. ان انت تجيب شغلك من بره من الصين مباشر ده هتوفر على ناس كتير قوي، وهتخلي الناس كلها تشتغل من اول ايد. تمام. يعني انا كده هظبط كده هتبقى واحد هعمل تمام ماشي. انا هلعبها لوحدي. احجز لي اول طياره عندك راح الصين. ايه ده؟ هو انت مش كان زمان اشترك في الشركه دي دلوقتي؟ يا ريتني كنت سمعت كلامك من زمان. ايه ده؟ هو انت محمود صاحب الشركه دي؟ ابو حميد نورت شركتي. اقعد يا باشا اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت انت جاي عملت تشتغل؟ كل ده امتى وفين وازاي؟ انا نصحتك وقلت لك، انت اللي ما سمعتش. بس ما كنتش اتوقع كل ده. دايما بتخاف تاخد اي ريسك يا احمد. هتفضل جبان طول عمرك؟ ياما نصحتك يا ابن الحلال وقلت لك خد خطوه، اشتغل، جرب. مش عيب ان انت تخسر، بس اهم حاجه تتعلم. اتعلم من غلطك. الغلط ده هيكبرك بعد كده. خلاص انت هتتجنب الخطا وهتشتغل وتكبر. انت عايز تفضل طول عمرك موظف وجاي تاني يا احمد تشتغل موظف. يا ريتني كنت سمعت كلامك من الاول. ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل في يوم من الايام. ما كنتش اعرف ان كل ده هتوصل له. احمد المشكله مش فيا يا احمد، المشكله مش في حاجه واحده. انت على طول كده يا احمد، ويا ريتك تتعلم. يا ريتني كنت سمعت كلامك من الاول. يا ريتني.